السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة، وترحب بكم مرة أخرى في قناة شهوات مغربية اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنتقاسم معكم فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله غنحضر معكم دجاج مفور بتشرميلة مختلفة وبحشوة أيضا مختلفة ولذيذة. واليوم ان شاء الله غنشكر المشتركين اللي انضموا للقناه، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وايضا بغيت نشكر المشتركين اللي كانوا منضمين للقناه من قبل، جزاكم الله كل خير. واكيد ما تنسونيش من بارطاج مع الاحباب والاصدقاء، ومن اللايكات ديالكم ومن التعليق ديالكم الجميله، وجزاكم الله كل خير. ويلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. سناخدو بول ونضيفو فيه كأس ديال دانون طبيعي او ديال ياغورت، ونضيفو ايضا توابل اللي منهم معلقة ديال سكنجبير صغيرة والزعتر والعطرية ديال الدجاج والثومة بودر، ونضيفو معلقة الهريسة على حسب الا بغيتو نتوما تبغيو شويه الحار، وجوج معلقات كبار ديال لامونطارد. هاد لامونطارد تيجمع لنا الدجاج ويلذذو لنا. وتنحركو التوابل مزيان مع الياغورت ولامونطارد، ونعصرو عليهم واحد المعلقه د الحامض ولا جوج. تنضيفو واحد شويه الملحه وتنحركو مزيان. ندوزو ان شاء الله للدجاج اللي كنا راقدينه من قبل، ليله كامله، والحامض وسكنجبير، ونستقطروه مزيان ونشرملوه بهاد الشرموله كما تشوفوا. غنشرملوه مزيان تحت من الجلده والصدر مزيان، تنتقبوا الصدر شويه باش تدخل فيه الشرموله مزيان وتيلذذ لنا وتيجينا فتي في الماكله ديالو. تنشرملو هاد الدجاج مزيان بعد ما نشرملوه ونخليوه ليله كامله في الثلاجه من احسن. الا كنتو مزروبين عليه على الاقل 3 سوايع تتشرب لنا هاد الشرموله وتيجينا لذيذ. نغطيوه بكيس بلاستيكي بعد ما نشرملوهم. ندوز نشرمل في الروج الاخر الدجاجه الاخرى، وحاولوا تقبوا الصدر باش يجيكم فتي، وتدخلوا فيه الشرموله مزيان. دخلوا الشرموله في الوسط وفي الجناب وفي الصدر مزيان باش يجينا باش تيفتاو ولذات لنا الدجاج. انت تدخل فيه هاد الشرموله. هاد الشرموله مغايره على الشرموله اللي عطيتكم من قبل الدجاج اللي الفيديو السابق. وإلا ما كنتوش شفتوا الدجاج الفيديو السابق حطوها لي في التعليقات او في صندوق الوصف، ونحط لكم الرابط ديالها ديال الدجاج اللي صوبت من قبل. بعد ما نشرملوه مزيان ندوزو ان شاء الله للتحضيرات هربل. كما شفتوا في الصوره تناخد هنايا هربل. انا هنا غندير في الروج، غندير دجاجه معمره بهربل ودجاجه معمره بفيرميسيل. كما شفتوا هربل انا جبت كاين هربل جوج شكالات فيه، كاين هذا مبخر،
هاد الهرب المبخر كاين فيه جوج شكالات. انا خديت هاد المهرس تنضيفو تنديروه يتسلق هرب لواحد 6 دقائق او 8 حتى 8 دقائق 10 دقائق، وتنطفيو عليه وتندوز ان شاء الله لتحضيرات البصل. تنقطع البصل بهذا الشكل ونضيف ليه 6 ديال الدجاج باش تلد لنا الحشوه، او الكفته ديال الدجاج او الكفته ديال اللحم اللي كانت متوفره عندكم، او الحوت ديال او الكروفيت الجامبا عفوا. وتنضيف ليه عطريه ديال الدجاج، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه الملحه، ايضا على حسب الكميه اللي غتستعملوا نتوما ديال الدجاج وديال الحشوه. الملحه تتبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الكميه اللي غتستعملوا. ونشحروا مزيان هاد الدجاج مع البصل والتوابل، ونضيف ايضا فلفله حمراء او فلفله خضراء، فلافل الوان اللي كانت عندكم متوفره ضيفوها، تتواتى مع هاد الحشوه. ونشحروا مزيان. هنا درت الكميه على حسب دجاجه وحده، لان درت دجاجه كما قلت لكم قبيله سفيغميسيل. هنا تنزيد شويه الثومه صوص، ملي زدت من قبل شويه الثومه مع توابل ثومه بودر. تنضيف قشور الحامض اللي مقطعين بهذا الشكل رقاق، قشور الحامض مخلل. تنشحروا مزيان حتى تهبطنا الحشوه. وهربل فيه قلت لكم جوج ماركات، فيه غليظ وفيه المهرس. انا هنا استعملت معكم المهرس، بغيتو تستعملوا حتى الغليظ راه تيبقى لكم الاختيار. وزدت معلقه زيت الزيتون، وزدت هربل اللي بخرت من قبل، اللي سلقت من قبل وصفيته باش ما يتعجناش. صفيته في ماء بارد ملي سلقته مع شويه د الملح وشويه د الزعتر. درت عليه خويت عليه الماء بارد باش ما يتعجنش، وضفتو على ما نشف ليه، وضفتو لهاد الوصفه، وضفتو الحشوه ايضا. وهنايا زدت شويه د المعدنوس، شويه القزبور، 2 معالق. وتنشحروا مزيان المكونات اللي التوابل مع هربل مع الدجاج اللي ضفت من قبل حتى تتشحن مزيان الحشوه. تنضيفوا لها الزيتون مقطع، وتنستمروا في التشحار حتى تندمجوا العناصر بعضياتهم. ونضيفوا ايضا زيت الزيتون 1 المعلقه، ونطفي على الحشوه بعد ما يندمجوا العناصر بعضياتهم ونشوفوها هبطت بهذا الشكل. تنطفيو على الحشوه وندوز ان شاء الله. تنزيد عفوا ما بانت في التصوير هنا، تنزيد شويه الزعتر حتى تنسالي. تنبدا نطفي على الحشوه، تنزيد شويه الزعتر وتنحركهم شي شويه هكذا بهذا الشكل باش يندمجوا بعضياتهم. داك الزعتر يندمج مع هربل مع الحشوه. وتنطفي على المقله، تنطفي على الحشوه ونخليوها تبرد شويه بعد ما ندوزو الحشوه الاخرى. ندوزو الحشوه ان شاء الله الاخرى. تنقطعوا البصل بهذا الشكل، تنزيدوه زيت المائده 1 المعلقه 2 معلقات ولا معلقه على حسب الحشوه اللي عندكم، الكميه اللي عندكم د الحشوه البصل والحشوه اللي غتستعملوا. وتنضيفوا
التوابل اللي منهم ثومه بودر، الخرقوم معلقه سكنجبير، والملحه، توابل اللحم الا كانت متوفره من طبيعه الحال، وتندمجوا العناصر بعضياتهم. وتنضيفوا الكفته 250 غرام ديال الكفته، اللحم المفروم، شويه الحامض وشويه الزيتون مقطع، وندمجوا العناصر بعضياتهم. معلقه الهريسه اللي تيبغي الحار تبقى اختياريه، 2 معالق صغار انا ضفت هاد الحشوه، وشويه المعدنوس وشويه قزبر، معلقه معدنوس ومعلقه قزبر. ندمجوا العناصر بعضياتهم. وهاد الشعريه كنا فسقناها من قبل بالماء الطايب، ودرناها 6 قطرات وقطعناها. نزيدوها واحد المعلقه زيت زيتون، ونطفئوا على الحشوه ديالنا ونخليوها تبرد. الحشوه ديالنا واجده. بعد ما وجدتنا الحشوه تندوزو نخرجوا الدجاج ديالنا في الثلاجه اللي بيتناه ليله من قبل، رقد في الشرموله ديالو. وندوزو ان شاء الله الحشو. هنا عندي هربل اللي شاركت معكم الحشوه ديالها اللي متبني لها فيها كفته الدجاج او صدر الدجاج قاطعين رقيق، ونحشيو هربل في الدجاج ديالنا. هنا كما قلت لكم وحده تنحشيو فيها حشوه ديال الهربل، والاخرى فيغميسيل. هذه حشوه مختلفه على الحشوه الاخرى، هذه فيها الصدر ديال الدجاج او الكفته ديال الدجاج مع هربل، والاخرى فيها الكفته ديال اللحم المفروم، كفته عفوا ديال اللحم. وتنحشيو بهذا الشكل، ما نعمروهاش بزاف باش ما تدقسناش، باش ما تجيناش معجنه. تنعمروها ونربطوا لها رجليها، راه ما تحلوش معنا في الفران. انا تندير لهم هي هذه الطريقه، تنحشيهم بهذا الشكل، نخلف رجلين، راه ما تحلوش معايا، تبقاو رجلين مجموعين كما شفتوا في الصوره، بلا ما تندير لهم الخيط بلا حتىش، تبقاو مجموعين. وندوزو ان شاء الله الحشوه الاخرى ديال فيغميسي ديال الشعريه الصينيه كما شفتوا اللي طيب اللي شاركت معكم فيها كفته. وتبقاكم اختيار، كانت عندكم كفته ديال الدجاج ضيفوها، كانت عندكم الكفته ديال اللحم ضيفوها، تبقاكم الاختيار. كان عندكم الحوت ايضا ضيفوه، خوفيت ضيفوه، والكرامه اللي كان عندكم متوفر تيواتي هاد الحشو تيجي مع تواتى معاه. وتنجمعوا رجلين بهذا الشكل. وها هما الدجاج ديالنا عمرناهم. بعد ما تنعمرهم تنغطيهم بالسلوفان على ما نبغي نحشيهم في الفرن ديالنا. ندير الكاغيط، تندير صحن اللي غيدخل الفرن، تندير فيه بابي كويسون، ونست فيه الدجاج ديالنا، نغطيه بهذا الشكل. لا نجمعوا بهذا الشكل الكاغيط على الدجاج، ونضيفوا ليه المرق ايضا اللي تتكون هبطنا من الدجاج، هبطنا من الشرموله باش تلذذ لنا وتخلي لنا الدجاج رطب. وتنغطيوه بالكاغيط، ونضيفوا ليه
بابي كويسون كاغيط الفرن، نغلفوه مزيان، نجمعوه مزيان باش يبقى لنا مجموع. تنديرو نصوبوه مزيان بهذا الشكل، تنغلفوه بابي الومنيوم باش ما تتحرقش معنا في الطياب وتخطف وتيبقى لنا طري رطب. وحتى الا ما عندكمش تدهنوا اللاطه ديال الفران صح الفرن بشويه الزيت وتستفوا فيها الدجاج ديالكم. والتذكير الفران تيستغرق معنا 3 سوايع او 4 سوايع على نار قليله. بعد ما نغلفوه مزيان ندخلوه للفرن. ندوزو ان شاء الله نسوطيو الخضر ديالنا اللي سلقنا من قبل في الماء وشويه الملح، تنضيفوا شويه الزيت ونضيفوا الجزر ديالنا المقطع بهذا الشكل، ونضيفوا عصير حامضه واحد المعلقه على حسب الكميه ديال الخضر اللي عندكم، واحد المعلقه الحامض لان خيزو تتواتى معاه الحامض، واحد المعلقه وشويه الملحه وشويه البزار وشويه القزبر ومعدنوس شويه الربيع، وتنحركوا شويه الثومه بودر، ما تنساوش الثومه بودر، تنحركوا تنسوطيو الخضر ديالنا بهذا الشكل، تنسوطيوه شويه باش ما يتهرش معنا، تنحاولوا باش ما تكونوا طايبين باش ما يتهرسوش معنا الخضر ديالنا وبقاو محتفظين على الشكل ديالهم. وندوزو ان شاء الله هنا راه زيت زيتون باش تنصوتي، يعني ما تنصوتيش بالزبده، نتوما عندكم صوتي، انا على حساب ما تنديرش الزبده، تنصوتي بزيت زيتون، شويه زيت، واحد المعلقه كبيره زيت زيتون، شويه كورجيت اللي سلقناه من قبل مع الجزر، وشويه البزار، شويه ثومه بودر، ضروري ثومه بودر مع القرعه او ثومه فصوص، وشويه البزار، شويه الملحه، شويه الربيع، معدنوس وقزبر مقطع شي معلقه، ونحركو باش ما تهرش معنا القرعه كورجيت، تنحركوها هي بلطف، وتنضيفوا ايضا الفاصوليا، تنضيفوا زيت الزيتون، شويه الملحه، شويه البزار، كنا سلقينها حتى هي من قبل، شويه الملحه، شويه الملحه حتى نديروه شي شويه، تنحركوا جيدا، تنضيفوا الربيع، تنحركوا جيدا الخليط ديالنا. بعد ما تشحروا لنا تندوز ان شاء الله بطاطا، تنضيف شويه زيت زيتون كما العاده، انا تنصوتي تنشحر كل شيء بزيت زيتون، تنصوتي الخضر ديالي خضر صحيه، ما تنضيف لهاش زيت المائده، تنضيف زيت زيتون وتنشحر فيها الخضر ديالي على نار باش ما تحرقش معنا قليله، تنضيف البطاطا اللي سلقتها من قبل مجموعه وقشرتها، البطاطا اللي كانت عندكم صغيره كانت عندكم كبيره قطعوها طولي، قطعوها كما بغيتو، تنضيفوا لها التوابل، نضيفوا لها شويه البزار بطبيعه الحال وشويه الملحه وشويه الربيع، وتنستفوا من بعد ما تطيبونا تنستفوهم على هذا الشكل الخضر ديالنا، تنستفوا الربيع، تنستفوا الخس ديالنا بهذا الشكل، ونضيفوا ليه هنا تقطع ليه التصوير، تنضيفوا الخضر تنستفوهم الطريقه اللي بغينا. والدجاج هو بعد ما تحمرنا تيجينا على هذا الشكل، تيجينا مذهب محمر مزيان، نطرحوه في الطبق ديالنا وتنفتحوه بهذا الشكل، باش يجينا ساهل كما شفتوا. هذه فيغميسيل والاخرى مهربل،
اللي بغى شي ياكلو. وتنزينوهم بشويه البروكولي اللي سلقنا من قبل مع شويه الملحه في الماء والملحه، وشحناهم بشويه تومه بودر وشويه البزار تقطع عليه التصوير وزيت الزيتون، وتنضيفوه في الوسط بهذا الشكل. وتنزينوا الطبق ديالنا بهذا الشكل. الهريسه اللي بها اختياريه تنديرها في زليفات على حسب الاطفال ديالنا ما تيبغوناش الحار، اللي بغاها تيهزها. والزيتون ايضا تنضيفوه الجوانب لانه حتى هو فيه الحار. والخضر ديالنا تنستفوها بهذا الشكل. وانتم تيبقى لكم اختيار، هذه هي فكره شاركتها معكم، وانتم تيبقى لكم اختيار طبق ديالكم زينوه باش ما بغيتو. وهذا هو الطبق ديالنا كما شفتوا في الصوره، وتيجينا لذيذ وتيجي رائع. نتمنى منكم تجربوه وتنستافدوا من الخضر. من احسن وليداتنا الا ما تيبغيوناش الخضر، هنا تنبقى ندخل لهم الخضر مع الدجاج. وهذا الطبق ديالنا تيجينا بهذا الشكل، تيجينا الدجاج لذيذ ومحمر. ووصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده للجميع. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو المقبل بحول الله.